السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات أم لومرة. مكملين في الأطباق الصيفية اللي تجي بزاف بنينة وتشهي. اليوم إن شاء الله راح نشارك معاكم هذا الطبق يجي بزاف هايل بنين أنيق روعة. أرز على البخار ودجاج محمر في الفرن على طريقتي، يجيو بزاف هايلين وبنان غير ما تراطيوش البنة. تبعوا معايا الفيديو للأخير باه نشوفوا طريقة تحضير الأرز وطريقة تحضير الدجاج. اول حاجه رايحين نديروها هي تتبيله الدجاج اللي نحتاج فيها كميه من الثوم السكرفش. الدجاج تاعنا يحتاج الكميه معتبره من الثوم. نضيفوا عليه ملعقه صغيره موطارد، ملعقه صغيره طماطم مصبره، وملعقه صغيره هريسه. نحتاج الى توابل ملح، فلفل اسود، توابل الدجاج، اللحوم البيضاء، راس الحانوت، كمون. نضيف لهم ملعقه كبيره خل مع عصير نص حبة ليمون، ونضيف عليهم ملعقة كبيرة عسل. السر باش يجي الدجاج تاعنا احمر ويعطينا هذاك اللون اللي يجي من الفوق هو العسل. من بعد نضيف عليهم 2 معالق كبار زيت. نخلطوا هاد المكونات كامل مع بعض. نجيبوا الدجاج تاعنا اللي رايحين نتبلوه. هنا انا استعملت 2 دجاجات صغار كيما راكم تشوفوا، غسلتهم نقيتهم نحيت لهم الزوائد، وفتحت الدجاجات تاعي في الوسط من جهة الصدر. رايحة نتبلهم جيدا من التحت ومن الفوق. حاولوا تدخلوا لامارينات في كامل الجوانب حتى تحت الجلدة تاع الدجاج تاعنا. كما انكم تقدروا تستعملوا كويس نتوما واش متوفر عندكم. نتبلوها جيدا باه يجي الدجاج تاعكم بنين ومتبل. خليوا الدجاج تاعكم على الاقل في التتبيله حوالي ساعه. هنا بعد مرور حوالي ساعه رايحه نجيب اكياس شواء اللي عندي، ورايحة نضع في كل كيس دجاجة ونغلق عليهم، ونحطهم في صينية الفرن ونحطهم يطيبوا في فرن يكون ساخن مسبقا. خلصنا الدجاج تاعنا وعملناه، نحطوه في الفرن يطيب على راحته، ونروحوا نوجدوا الارز تاعنا في قدرة على نار. نحطوا كمية من الزيت تسخن جيدا. من بعد نضيف عليها حبة بصل كبيرة مقطعة رقيق كما راكم تشوفوا. نحطوا البصل تاعنا يذبل لنا جيدا. هنايا نقصوا عليها النار، خليوها غير متوسطة وخليوا البصل تاعكم يذبل على راحته. كي تشوفوا البصل تاعكم ذبال لكم رايحه نضيفوا عليه كما راكم تشوفوا جزر. كنت غسلته ونقيته وسكرفجته في سكرفاج الخشين، حوالي 2 حبات كبار الى 3 متوسطين. نضيفوهم لهذاك البصل ونخليو كل شيء على نار قليله يتقلاولنا ويذبلونا جيدا. كي تشوفوا الجزر والبصل تاعكم تقلاو لكم وذبالوا، رايحه نضيفوا عليهم الارز. كيفاه تكيلوا الارز تاعكم؟ هنايا انا استعملت كاس ارز، غسلته نقيته قطرته كيما راكم تشوفوا، ورايحه نضيفوا على البصل والجزر. هذا هو الكاس اللي عبرت به الأرز، وهذا هو الأرز اللي استعملته من بسمتي. كل مرة ندير نوع. المرة هذه استعملت الأزرق، كاين منه كما تعرفوا اللي يستعملوا أرز بسمتي، فيه الأسود فيه الأزرق فيه الأبيض، فيه بزاف أنواع. أنا استعملت هذا الأزرق. نخلطوهم ونضيف عليهم المجموعة هذه تاع التوابل اللي فيها ملح، فلفل أسود، راس الحانوت، كمون، توابل الدجاج، بودرة الثوم أو ديروا 2 سنات ثوم مسكرفشين. نخلطوا هذا المكونات كامل مع بعض جيدا على نار تكون قليلة بزاف كما راكم تشوفوا، باش يدخلوا لنا التوابل في الأرز والبصل والجزر تاعنا. وفي هذا الأثناء تكونوا موجدين ماء مغلي. العبار تاع الماء، الكاس اللي عبرتوا به الأرز تاعكم ديروا منه 2 ماء. يعني إذا درتوا كاس أرز ديروا 2 ماء، إذا درتوا 2 أرز ديروا 4 ماء مغلي.
وتخلطوا وتخليو القدرة تاعكم على نار متوسطة حتى تشوفوا لاصوص تاعكم بدات تغلي لكم. حوالي 10 دقائق تكفي. تبدا لاصوص تاعكم تغلي، تطفيو عليها واعملوا هذه الطريقة باش ينجح لكم الارز ويجيكم على حبة ويجيكم بزاف هايل. راح يكمل يطيب على البخار تاعو. ديروا هذه الطريقة. اغلقوا الكسرونة تاعكم بسيرفيات تكون شوية أخشينة وديروا عليها الغطاء واضغطوا بهذا الشكل. لازم ما يدخلوش الهواء وطفيوا عليه وخليوه حوالي ساعة غير ربع وهو مغالق عليه. راح يكمل الطياب تاعو في هذيك البخار ويجي بزاف هايل ويجيكم بنين ومفركت على حبة. هذا هو الارز تاعي بعد مرور ساعة غير ربع. فتحت عليه، شوفوا كيفاه يجي يشرب كامل لاصوص. والدجاج تاعي ثاني طابلي كما راكم تشوفوا، طابوا لي في نفس الوقت. مدة طياب الدجاج خذالي حوالي ساعة. هذا هو الدجاج والارز راهم واجدين وراح نقدم الطبق تاعي. إذا كنتم أول مرة تزوروني على قناتي ما تنسونيش بدعمكم، ديروا لي جيم، أبوني، فعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني لمزيد من الوصفات السهلة والسريعة. رايحة نضع كمية من الأرز، نضع عليها الدجاج كما قلت لكم. تقدروا ديروا لكويس تاني يجيو بزاف هايلين. رايحة نشبح الصحن تاعي بكمية من الدبشة المقطعة رقيق أي القزبر. واحد الريحة ما نحكي لكمش، يجي بزاف يشهي هذا الطبق. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتخليوا لي رايكم في التعليقات. وهنا رافقت الارز تاعي بكمية قليلة من لاصوص، هذه اللي كنت نقصتها من الدجاج بعد ما طاب لي. في كل كيس لقيت كمية من لاصوص وضعتها هنا للناس اللي ما تحبش الارز تاعها يجي ناشف. تقدر كي تطيب لها الدجاج ويطلق هذاك لاصوص تاعو تنقصوها وتخليوها من بعد تضيفوها للارز. وهذا هو الارز. رايحه نعدلكم كيفاه يجي زربع، يجي على حبه، يجي بزاف هايل. شهيتكم في الجنه. ان شاء الله تدعموني وتجربوا الوصفه وتخليوا لي رايكم في التعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى فيديو آخر إن شاء الله مع قناة وصفات أم الأمراء.